طب والله الدوري المصري طلع مشرف. اللي فيكم مش عارف ايه اللي حصل، فالمنظمه العالميه لكره القدم في التاريخ والاحصاء عملت زي رانكينج كده لاقوى دوريات في العالم كله، ودي حاجه هم بيعملوها كل سنه وموجوده بقالها كتير من تقريبا سنه 91. والدوري المصري كان الدوري الاقوى في افريقيا، صدق او لا تصدق، انا مش عارف ازاي، وحطونا عالميا في المركز ال 16، متفوقين على دوريات عريقه زي الدوري السويسري، الدنماركي، الكرواتي، دوريات كتير يعني تقيله تحتينا. ودي السنه الثانيه على التوالي بنحتل فيها المركز ال 16 بعد ما كنا في سنه 2023 في المركز ال20. فانا قعدت افكر في الموضوع واقول اشمعنى يعني، هل هم شايفين الفرق المصريه بتاعتنا محتله القاره بتاعتها؟ يعني الاهلي وبيراميدز كل سنه بينافسوا بشكل قوي جدا على دوري ابطال افريقيا، الزمالك كل سنه بينافس على الكونفدراليه، هل هو ده السبب؟ لان لو بيتفرج بقى على الدوري نفسه والفرق عماله تلعب في بعض ازاي، اكيد كقوه دوري مش هيحطوا لنا اقوى من الدوريات دي اكيد. لكن ممكن عشان فرقنا لما بتروح في بطولات افريقيه او بطولات قاريه بتأدي باداء قوي جدا، فده اللي مخلي الرانكينج سيستم بتاعنا عالي نوعا ما. وده بيبان اكتر لما تيجي تشوف الفرق ما بيننا وما بين تاني اقوى دوري في افريقيا. احنا في المركز 16 والمغرب اللي هي تاني اقوى دوري في افريقيا في المركز 39، فرق كبير. قلت اطلع لكم الخبر ده واعرف منكم تحت في الكومنتات شايفين ان ده رانكينج فعلا يستاهلوا الدوري المصري ولا هم مكبرين الموضوع شويه. وبالمناسبه اقوى دوري في العالم كان الدوري الانجليزي زي ما احنا متوقعين.